تعرفي إن الطفل الطبيعي ممكن يركز من دقيقتين ل5 دقايق فقط لكل سنة من عمره؟ يعني لو ابنك عنده 6 سنين الطبيعي يركز حوالي 15 ل30 دقيقة. طب لو مش قادر يركز حتى 5 دقايق، هل ده معناه إن عنده تشتت انتباه؟ في الحلقة دي هنجاوب على السؤال ده، وهنعرف أهم العلامات اللي لازم تخلينا نتحرك بدري. في الأول تعالي نشوف يعني إيه تشتت الانتباه. تشتت الانتباه هو صعوبة في التركيز على حاجة واحدة حتى لو كانت بسيطة أو محببة للطفل. يعني دماغه بتتشتت بسهولة، بينقل من فكرة لفكرة أو من نشاط لنشاط من غير ما يكمل ولا واحد. ودلوقتي تعالى أقولك على علامات قوية لوجود تشتت الانتباه، ولو بتلاحظي أكتر من علامة من العلامات دي بشكل متكرر ممكن يكون عنده تشتت انتباه. 1. صعوبة في التركيز على حاجة واحدة. 2. بينسى التعليمات بسرعة حتى لو كانت بسيطة. 3. بيلاقي صعوبة يبدأ في المهام أصلا، كأنه مش عارف منين يبتدي وده بيخليه يتجنبها. 4. بيتحرك كتير أو مش بيقعد في مكانه خصوصا وقت المذاكرة. 5. أي صوت أو حركة حواليه بتشتته بسرعة. 6. دايما محتاج تكرري الكلام أو ترجعي التبعيد. لو شكيت إن في علامات من دي بتنطبق على طفلك ما تتأخريش في التدخل. كل ما بدأنا بدري كل ما كانت النتائج أفضل. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة علشان تتابعي باقي السلسلة عن التشتت وحلول عملية ليها، وما تنسيش تسيبيلي سؤالك في الكومنتات.